اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا مانجا، موسم المانجا. نعمل اختراعات حلوه قوي قوي، نعمل ايس كريم بالمانجا بالشوكولاته كده، حاجه تحفه. اجمل واحسن مليون مره من اللي بنشتريه من بره. حاجه بسيطه. جبت معايا 2 كيلو من المانجا، غسلتهم كويس، وهنبتدي ناخد القلب بتاعهم بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. المهم ان انا اطلعه. المانجا طبعا جامده، واللي هي السكري دي حلوه قوي. ببتدي اخد كده القلب بتاعها اهو زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه هي بتاخد وقت بس في التتليج، المهم ان احنا نتلجها كويس اهو. ومنتهى السهوله كده، وناخد بالمعلقه من جوه، ناخد القلب كله اهو. بصوا معايا الجمال بقى، بصوا القشره بقت عامله ازاي لما خدت كل القلب المانجا من جوه. خلصنا كده حطيناها طبعا في الفريزر، لان التليفون فصل معايا، فحطيتها قبليها بيوم يعني في الفريزر. معايا هنا دي شوكولاته، الشوكولاته الخام او شوكولاته او شوكولاته او شوكولاته دارك، اي حاجه اللي انتوا حابينها. طبعا الجو حر، فهي طريه معايا. هنحطها في بوله فيها ميه سخنه على حمام بخار يعني اهي بالشكل ده. انا هبتدي اقطعها بالسكينه، بس لقيتها طريه قوي فمش محتاجه سكينه. بصوا بايدي اهو، لان هي سايحه اساسا من الحر، مش محتاجه ان انا آم، اعملها يعني، اقطعها بسكينه اهي. سهله وبسيطه معايا اهي. طبعا انا غاليه الكاتل جنبي، هحطها على حمام بخار، وكوبايات مجهزاها معايا عشان نعمل الشوكولاته بتاعتنا. معايا هنا دي طبق غويط، ضفت فيه الميه السخنه لحمام البخار اللي هنعمله الشوكولاته. نحطها كده ونسيبها لحد ما تبتدي تسيح معايا، نبتدي نقلب فيها. هي ما بتسيحش بسرعه، تاخد شويه يعني من 5 ل10 دقايق. هنا بدات مساحت معايا. حطيت الخفيف ده زيت، حطيت ربع كوبايه اللي هي الفنجان القهوه ده زيت، علشان تمسك معايا في الكوبايات اهي بالشكل ده. بعد ما هديت معايا هنبتدي ان احنا نعمل طبقه في الكوبايات من جوه، عشان تديني تطبيعه الكوبايه كده، والشرشره اللي بتبقى في الكوبايه دي اهي. بنحاول نموكها كده وبنصفيها اهي زي ما انتوا شايفين معايا. انا بحاول ان انا اصفي منها كل الشوكولاته اهي. اهم حاجه ان انا بصفي منها الشوكولاته عشان ما تعملش تكتلات معايا. على طبق كده، وبحطها وهي مقلوبه كده، لازم عشان تصفى كويس. انا طبعا بعديها بحطها في التلاجة على ما اخلص بقيه الحاجه اللي انا بعملها اهي بالشكل ده. ونصفي برضو الشوكولاته بتاعتنا اهو. شايفين الجمال اهي، ده الشكل بتاعنا. هنا بعد ما خلصت وحطيتهم اهو، هدخلهم التلاجة. معايا هنا المانجا بعد ما اتفرزت، معايا كبة هنا هضيفهم في الكبة. بحاول ان انا افكها الاول، وبنزل بيها في الكبة اهي زي ما انتوا شايفين كده. لازم المانجا تكون متلجة معايا عشان تديني قوام الايس كريم اللي احنا بنجيبه. طبعا ايس كريم البيت لا يعلى عليه، حاجة في منتهى الجمال والروعة، ومضمونة كمان 100%. معايا هنا واحد من الكريم شانتيه، انا هضيفه على مرتين، انا حطيت كيس واحد بس اهي. ونضرب واحدة واحدة، ما ضفتش مية ولا ضفت اي حاجة خالص معايا. المانجا كانت كافية معايا، بس كانت حلوة قوي اهو. يلا نشوف قوام الايس كريم. بصوا القوام عامل ازاي، قوام تقيل وحلو قوي. معايا هنا طبق هنفضي فيه عشان نكمل بقية الوصفة بتاعتنا.
شايفين قوام الايس كريم عامل ازاي؟ كيس واحد من الكريم شانتيه يكفي قوي. ده بالنسبه لي انا، لو حابين تزودوا براحتكم. هنضيف بقيه الكميه تاني في الكبه، وحطيت عليها الكريم شانتيه الباقي، ونخفق كويس. ده الشكل بتاعنا بقى. بص انا بحاول ان انا اشيل من سلاح الكبه الايس كريم. بصوا متماسك ازاي وعامل ازاي، اجمل كمان من اللي بنشتريه. حلو قوي قوي. يعني ب2 كيلو من المانجا عملنا كمية من الايس كريم. عملت 10 وحدات من الايس كريم حلوين قوي، وما ضفتش اي اضافات غير هي صوص التوت بس، والمانجا والكريم شانتيه. ما ضفتش اي حاجه، والشوكولاته. حاجه كده في منتهى الروعه. طبعا انا دخلتها الفريزر على ما الكوبايات معايا هديت. طبعا لازم تبقى متماسكه. وهنبتدي ننزل بالايس كريم بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. معايا صوص التوت، اللي بحب التوت او اي صوصات بتحبوها هبتدي انزل كده، بيديني طعم حلو قوي، ومع ايس كريم المانجا كمان اهي بالشكل ده. انا عندي هنا ما لقيتش اللي هي العصايه بتاعه الايس كريم، فعندي شاليمو جيت قصاه وجيت عاملاه. المهم ان انا اعرف امسك بيه. وهنزل بالايس كريم حوالين منها تاني، بس انا حطيتها في الشوكولاته الاول عشان تتماسك معانا. بنحاول نسوي الكوبايه من فوق، وهنغطيها بالشوكولاته اهو. طبعا المانجا متلجه، الشوكولاته معايا هتمسك بسرعه قوي اهي. كل ما بقت الحاجه متلجه هتتماسك معايا بسرعه قوي اهي. نعمل واحده كمان اهي بنفس الشكل. انا بحاول ان انا اشيل شويه عشان احط صوص التوت اهو، ونضيف بقيه كميه المانجا. طبعا الجو حر، فلازم تبقى الحاجه متلجه كويس معايا علشان اعرف اتعامل ما تسيحش، لان الشوكولاته طبعا بتسيح، الحاجات الايس كريم والحاجات دي كلها بتسيح اهو. نحط صوص التوت ونكمل بقيه المانجا. انا بحاول الفها حوالين العصايه ديت اهي بالشكل ده. ونضيف برضو من الشوكولاته اهو. شايفين الجمال؟ نحاول واحده واحده كده نضيف صوص الشوكولاته بتاعنا اهو. بص الشوكولاته بتمسك معايا ازاي. بعد هنا ما خلصتها هدخلها بقى الديب فريزر. انا سبتها من قبليها بالليل لغايه تاني يوم الصبح، وهنشوفها مع بعض. هنا طلعتها. بصوا الجو عشان حر بتسيح معايا ازاي، بس طلعت معايا منتهى الجمال والروعه. شايفين الجمال؟ لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.